السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. قبل ما نقول الفيديو بتاعنا النهاردة نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعونا ان شاء الله. اتمنى دعم نساب القناة عشان نستمر معاكم ان شاء الله. عايزه اقول لكم على وصفه مهمه قوي، اللي عايز يكبر طيوره بسرعه ومن غير ما يتكلف كتير وحاجه رخيصه جدا. اقسم بالله وصفه من الاخر، انا بحطها لطيوري، واللي عايز يعمله مشروع يعمل اللي بقول له عليه. في وصفه مهمه لازم تعمليها، بس قبل ما اقول لك عليها صلي على حبيبك المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. الجو صعب جدا بالنسبة للطير. ساعة الفجرية الجو بيبرد جدا جدا، لازم تدفي طيورك على قد ما تقدري. حصني طيورك، التدفئة أهم من الأكل، عشان تخلي بالك التدفئة أهم من الأكل. أنا بقى هقولك على وصفة مهمة عشان ما أطولش عليكي. عايزه اقولك، عايزه توفري في التربيه وتربي وتكسبي، في حاجه مهمه قوي احنا غفلانين عنها. هما بيحطوها للمواشي، انا عايزه احطها للبط الضعيف الصغنون الامور ده. طب ايه هي يا بنتي يا بط؟ هقولك. انتي بتحبي تحطي علف، ما عنديش مشكله، هخليكي تحطي نص الكميه علف والنص التاني اللي هقولك عليه. وتابعيني، اوعي تنسي الاشتراك في القناة ان شاء الله. عايزة اقولك على حاجة، اهم حاجة عشان تكبري طيورك انا عايزاكي تحطي القمح. القمح بيكبر طيورك بسرعة وبيخلي لحمها احمر، وكمان ما بتحتاجيش تحطي حاجة مضادة للسموم زي لما بتحطي علف. لازم تحطي حاجات مضادة للسموم. ليه يا بنتي يا بطة؟ لان العلف من تخزينه بيكون كمية بكتيريا وميكروبات بتبقى سموم ضاره بالنسبه للطير، فالافضل انك لازم تحطي حاجات مضاده للسموم. طيب انا بقى عايزه اعفيكي من كل ده. جيبي كيلو قمح وحطي عليه تبن اخضر. انت عارفه زي ما انا عامله كده، التبن الاخضر يا جماعه من الحاجات الرخيصه جدا اللي بيحطوها وجبات اساسيه للمواشي. دي بره، في بلاد بره بيوفروا في التربيه، عشان كده تلاقي اللحوم عندهم مش غاليه زي عندنا. عايزه اقول لك على حاجه، لما تجيبي كيلو القمح وتحطي عليه كيلو تبن اخضر وتحط عليه كيلو شعير، تخيلي الكميه دي بقت قد ايه. بس قبل ما هنحط القمح ونحط الشعير لازم هنبقى سلقينهم. الكميه هتتضاعف معاكي، الكيلو هيبقى 2 كيلو، يبقى انت حاطه 5 كيلو. اوعي تغلي التبن الاخضر. احنا بنسلق ليه القمح وبنسلق الشعير؟ لان الشعير ليه سنه مدببه بتشوك الطير في زوره، فانا مش عايزه اضايق الطير، عايزاه ياكل. زائد ان الشعير من الحاجات المهمه جدا المغذيه اللي بتحافظ لك على احشاء الطير ورفع المناعه. واللي بقول لك عليه سواء قمح او شعير، الاتنين بيساعدوا على الهضم، وان الطير ياكل اسرع ويكبر معاكي بسرعه، وكمان بيخلوا لحم الطير احمر. انا لما بضيف ليهم التبن فانا بضيف ليهم قيمه غذائيه عاليه جدا جدا. التبن يا جماعه من الحاجات المهمه اللي لازم تحطيها لطيورك. حطي الكميه تلت وتلتين وشوف النتيجة هتبقى معاكي عاملة ايه. وكمان لما تيجي تحطي، انا عايزة تعملي لهم كمان مشروب مهم قوي. المشروب ده ايه؟ اليانسون. اليانسون يا جماعة دي ايامه اللي احنا فيها دي. معلقة يانسون كبيرة اغليها في رتل ميه وحطي عليها معلقه كمون وشربيها لطيورك على غيار الريق، تبقى اديتيهم حاجه وقايه من البرد وحاجه منشطه. وخلي بالك انا تملي اركز على الكمون، لان الكمون من الحاجات المهمه جدا اللي بتحافظ لك على احشاء الطير، ومهمه مفيده قوي 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 للطير، وطارده للديدان ورافعه للمناعه ومضاده للسموم. عايزه اقول لك، انا بقول لك على حاجات زائد ان انت اصلا اكبر من ان انا اعرفك ان اليانسون وفوائده، وثلاث ارباع البشر الفتره دي بيشربوا، لان هو مفيد جدا جدا للجهاز التنفسي. ده اللي انا عايزاه اعمله لطيوري مع الوصفه اللي بقول لك عليها دي. ما تقوليش لعدوك عليها. خلي بالك ان التبن انا بحطه للطيور وجايب نتيجه هايله معايا. بحط تلت وتلتين شعير وقمح
وبحط عليهم التبن وشوفي النتيجة. واوعي تنسي بقى البصل وانت بتسلقي القمح والشعير، اوعي تنسي تحطي بصل. او لو نسيتي اعملي ابشري بصلايه كبيره قوي وحطيها على العليقه، تكفيكي من انك انت تروحي لاي بيطري، والله ما تحتاجي اي بيطري. الوصفه اللي بقولك عليها دي لو استمريتي عليها اسبوع شوفي النتيجه وهتدعيلي. وتابعيني بقى في فيديوهاتي، وكل يوم هقولك على وصفة موفرة تخلي طولك تكبر قدامك وتبقى عاملة زي الخروف. وتابعيني في فيديوهاتي بالصلاة يا حبيبي مصطفى، واسيبكم دلوقتي في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.